شكون باش يهز البطولة؟ الترجي، النادي الافريقي، والا نادي صفاقسي؟ وفي صورة التساوي في النقاط شكون ينجم يهز التيتر؟ الترجي الافريقي في الصدارة عندهم 54 نقطة، والسي اس اس يطارد ب 48 نقطة. خلينا نشوفوا المسارات. نبداو بالترجي. برنامج جونار يستقبل ترجي جرجيس، ثم يعمل ديبلاسمون لبنزرت لمواجهة السي بي، كلاسيكو ضد السي اس اس في رادس، تنقل للعمران في زويتن، الدربي ضد النادي الافريقي، واخرها ديبلاسمون بن قردان، مواجهات مباشرة وصعيبة اما مصيره بين يديه. النادي الافريقي باش يعمل ديبلاسمون للمستير، يستقبل الجي اس كا، يعمل تنقل لسليمان يواجهها في الكرم، استقبال للبقلاوه، الدربي ضد الترجي، ثم يجيب الاولمبي الباجي. مسار متوازن اما الدربي ينجم يحسم كل شيء. السي اس اس يلعب ضد سليمان، ثم يستقبل البقلاوه، وبعد يمشي للترجي، يستقبل الاولمبي الباجي، يمشي لمواجهة مستقبل المرسى، آخر جولة ضد ليتوال في المهيري. برنامج صعيب برشا أما مازال عنده حظوظ، خاصة إذا كان تعثروا الإفريقي والترجي. في حال تساوي شكون يهز اللقب، خاصة بين الترجي والإفريقي؟ نمشيو في مرحلة أولى للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في مرحلة الذهاب، ثم عدد الأهداف المسجلة في الذهاب، ثم اللعب النظيف. الخلاصة الترجي مصيره بيديه، النادي الإفريقي عنده فرصة كبيرة، نجم تكون كلمة السر هي الدربي، والسي اس اس يلزموا معجزة اللي هي تعثر المنافسين. سؤالي ليكم، شكون تشوفوه أقرب باش يهز التيتر؟ الترجي، الإفريقي، وإلا مفاجأة من السي اس اس؟ اكتبونا في كومنتات.